ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ في كتير من حبايبي على القناه ما يعرفوش الانفصال العضلي، وكتبوا لي كتير في كومنتات عايزين نعرف احنا عندنا انفصال عضلي ولا لا. النهارده هعمل لك فحص الانفصال العضلي، ازاي تقيس الانفصال العضلي في البيت بسهوله جدا وتعرفي اذا كان عندك انفصال عضلي ولا لا. اللي مش عارف الانفصال العضلي هكتب لك تحت صندوق الوصف ايه هو الانفصال العضلي وبيجي ازاي وايه اسبابه ونقدر نعالجه ازاي، طبعا بعد التمارين. تمام؟ استعدي، يلا بينا. اول حاجه هنعملها هننام على ظهرنا كده، نشفط بطننا وهنرفع بس راسنا شويه لفوق كده، شويه صغيره لفوق عشان نعمل شد في المنطقه دي ونقدر نعرف عندنا انفصال عضلي ولا لا. هتجيبي صوابعك وهتنزلي من عند السره وهتطلعي فوق وتشوفي لو ايدك لو صوابعك غرزت يبقى انت عندك انفصال عضلي في المنطقه دي. هنعمل كده، دي منطقه السره اهي، هنطلع فوق وهنرجع تاني لمنطقه السره ونرجع تاني ننزل تحت. لو صوابعك غرزت في اي منطقه تحت السره او في السره او فوق السره يبقى انت عندك انفصال عضلي في المنطقه دي. انا دلوقتي عملت الانفصال العضلي الحمد لله ما عنديش. انت تقدري تعملي انفصال عضلي في البيت وتشوفي لو صوابعك غرزت لجوه يبقى انت عندك انفصال عضلي، صوابعك ما غرزتش يبقى انت ما عندكيش انفصال عضلي. تمام؟ سهله خالص، اعملوها في البيت واكتبوا لي تحت في الكومنتات عملتوه ولا لا ونجح معاكم ولا لا وعندك انفصال عضلي ولا لا. ما تقلقيش لو طلع عندك انفصال عضلي هسيب لك تحت في صندوق الوصف تمارين هتحل لك مشكله الانفصال العضلي، هتعمليها في البيت وبسهوله جدا بشرط الالتزام. المشكله دي هتتحل خالص. اكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم في الفحص ده سهل ولا لا وعملتوه ولا لا، واشوفكم على خير. باي باي.